السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة صينية جلاش. جبت هنا الصينية بتاعتي وحطيت فيها شوية من الزيت مع بصلاية كده متقطعة قطع صغيرة، وبعد كده نزلت عليها بكمية اللحمة المفرومة بتاعتي. ده تقريبا حوالي ربع كيلو، مش اكتر من كده. وهقلبهم كده مع بعض لغاية ما يدخلوا في السوا، وبعدين انزل عليهم بقرن فلفل احمر واخضر، والتوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود بس مع مكعب مرقة، مش اكتر من كده. هنا هكمل بقى الحشو بتاعتي. ادي اللحمه المفرومه، هضيف لها شويه اضافات. ده زيتون اخضر كده متقطع قطع صغيره، مع شويه من الجبنه الرومي برضو، وكان عندي قطعه من اللانشون برضو قطعتها قطع صغيره حطيتها عليها، ودي برضو شويه من الجبنه الموتزاريلا. وهقلب المكونات دي كلها كده مع بعض، وهركنهم على جنب لغايه ما اجيب لفه الجلاش بتاعتي. صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. جبت هنا الصينيه بتاعتي ودهنتها دهنه زيت، وهبدا احط الجلاش فيها ورقتين ورقتين كده مع بعض، وبين كل ورقتين هدهن دهنه من الزيت بالشكل ده لغايه ما اوصل لنص كميه لفه الجلاش بتاعتي. وهنا بدهن دهنه زيت بس، مش سائل توريق ولا اي حاجه، وبيطلع خفيف يا جماعه ما شاء الله، وطعمه هايل. اتمنى ان انتم تجربوه. هنا انا عملت نص لفة الجلاش، هحط بقى الحشو ما شاء الله برضو جميلة وكتيرة بالاضافات اللي احنا ضفناها، وهكمل باقي ورق الجلاش بتاعي. هنا كانت اخر ورقتين، احاول ان انا انزلهم تحت الجلاش خالص بحيث ان مفيش اي حاجة تطلع من الجوانب بالشكل ده. بعد كده هبدأ ان انا اقطع الجلاش طبعا زي ما انتوا عارفين قبل ما ندخله الفرن اهو. صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وفي الوقت دوت اكون مسخنه الفرن على درجة حرارة 180. هنا انا قطعت الجلاش، هدهنه كمان دهنة من الزيت من فوق الوش بالشكل ده بس كده. هدخله بقى الفرن وبيقعد تقريبا 10 دقايق، وبعد ما يقعد 10 دقايق بكون مجهزة كوباية لبن، وهحط عليها شوية صغيرين من الفلفل الاسود. هسقي الجلاش بالكوباية اللبن بتاعتي، وبعدين ادخله تاني. ما شاء الله تحفة يا جماعة، اتمنى ان انتوا تجربوه. وصفة سهلة وبسيطة جدا وروعة. واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. مع الف سلامة.